زحمة السير في العاصمة الصينية بكين مستفزة لدرجة أن منظرها فقط يجعل الكثيرين يفقدون صوابهم، فهناك الكثيرون ممن يعتقدون أنه باستطاعتهم فعل أي شيء على الطريق، كما أن هناك أصوات أبواق السيارات المستمرة والمحاولات العديدة لتجنب حوادث السير. كل هذا يستطيع أن يوصل أي شخص إلى مرحلة الانهيار، وفي الكثير من الأحيان يستطيع شيء صغير أن يجعل السائقين ينفجرون غضبا. في هذا الفيديو الحديث نرى سباقا مستفزا بين سيارتين في جنوب غرب الصين، وينتهي الفيديو بهذه المناظر العنيفة، بحيث خرج سائق من سيارته ليسحب امرأة من سيارتها ثم يقوم برميها على الأرض وضربها بعنف. وبعد أن أصيب الجميع بالصدمة والغضب جراء العنف الذي واجهته تلك المرأة في الفيديو، تلاه فيديو آخر وهو يصور كيف قامت تلك المرأة بقطع الطريق عليه بطريقة مفاجئة جدا وفي آخر ثانية ودون إنذار مسبق على الطريق العام، ونتج عن ذلك تحول كبير في موقف الناس منه، إذ انقلب ضدها من كان قد تعاطف معها سابقا، ما فتح نقاشا حاميا عن السائقين المهملين والغضب أثناء القيادة. اعتقل السائق وفتحت الشرطة تحقيقا في الأمر، وقيل إن هناك ما يزيد على 100 مليون مخالفة للقيادة في الصين خلال 3 أعوام فقط، كلها ناتجة عن الغضب الذي تثيره ازدحامات السير. تقوم السلطات الآن بزيادة التشديد على القوانين، كما أنها زادت قيمة المخالفات التي قد يحصل عليها السائقون بحال مخالفة القانون. نرى هنا في مدرسة جونجايو للقيادة في بكين مئات الطلاب يتعلمون فن القيادة كل يوم. إنهم يتعلمون فعل ذلك خلال القيادة التدريبية وفي الفصل، كما أنهم يتعلمون كيف يصبحون سائقين آمنين ومهذبين، بما أن كل هذا مهم جدا لنجاح اختبار القيادة. إلا أن هذا لم يخفض منسوب القلق من إمكانية أن يؤدي تخريج العديد من السائقين في كل سنة إلى زيادة الفوضى في شوارع البلاد.